السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. أسفة على التأخير، معلش، بس أكيد كل تأخير بيكون ليه سبب، يعني انتوا عارفين الحياة ومشاغلها وكده، فمعلش على التأخير، يعني حقكم عليا. بس رجعت لكم، هو المهم ان انا رجعت، يعني بصوا بغيب والمهم في الآخر ان انا برجع. راجع لكم بفيديو كده ممكن يكون ظريف ولطيف وخفيف وصغنن كده، بس مليان احداث كتير، يعني حصل فيه حاجات كتير اليوم ده. فبدأته معاكم من الشارع من هنا. كان عندنا ميعاد متابعة عند الدكتور، وقلت كده اوريكم. الجو كان حلو، الشمس كانت طالعة الصبح وكده، فقلت ايه اوريكم كده اسكندرية وجمالها. حطوا لايك للفيديو الاول مرة تشوفينا، اشتركي في القناة وان شاء الله تعجبك. بصوا، بدأت هنا الفيديو. كنا نازلين الصبح بدري، كان ميعادنا حوالي الساعة 8 الصبح او 8 ونص. هنا كنا راجعين كانت حوالي الساعة 10. فالجو كان حلو كده والشمس كانت طالعة والجو كان دافي، يعني مكانش ساقع. انا كله عايزة اوريكم البحر، بس احنا كنا من الناحية التانية فمش جايبة البحر. هنا كنا روحنا خلاص، وقلت ايه افطر جوزي كده عشان ينزل يتكل على الله على شغله. فكنت عاملة القرص دي من قبلها بيوم. وهي طرية، يعني القرص الطرية الفلاحي بتاعتنا اللي بنعملها باللبن الرايب. فقلت ايه هاخد له كده قرصتين وكوبايه شاي بلبن، ويغير ريقه كده وينزل يتكل على الله على شغله. فعملت له اهو الشاي بلبن، وادي القرص بتاعتنا. وكده خلاص حضرت له الفطار. في الوقت ده احمد كان لسه نايم، يعني انا نزلت سبته كان نايم، سبته مع ماما ونزلت وجيت برضو وهو كان نايم. بابا فطر ونزل وكده، وبعدين انا صحيته بقى علشان يفطر وكده، كان خلاص الظهر يعني، فانا اللي صحيته. هنا خلاص كده كنا خلصنا الفطار وصحيت احمد، وفتحت الشباك عشان اهوي الاوضه واظبط السرير بتاعها. بصوا، الجو لما بيكون دافي كده والشمس بتبقى طالعه، بيبقى تحسوا ان في نشاط وتحسوا ان طاقه ايجابيه فظيعه. لكن الجو مقفل ومطر بقى والسما مقفله وكده، بحس ان انا عندي اكتئاب فظيع. مين زي كده؟ اللي زي يقولي. انا عارفه في ناس كتير بتحب الشتاء، بس يعني مش عارفة، يعني مش عارفة اقولها ازاي. بس الشتاء بيبقى بحسه كله كآبة كده. لو انتوا حاسين زي كده قولولي، بس هو فعلا الشتاء بيبقى كئيب. بس يلا، ايام ربنا كلها حلوة يعني. انا بحب النهار وبحب الشمس وبحب الجو كده يبقى منور. ما بحبش بحس ان انا اتقفلت لما بشوف السما مقفلة كده ومطر. لا، بحس ان انا مكتئبة كده. المهم هنا ايه، ظبطت السرير. الشقه كانت الحمد لله رايقه يعني ومتظبطه، ما فيهاش حاجه متبهدله. ظبطت بس طبقت البطانيه وظبطت المخدات كده، وخلاص الاوضه كانت رايقه وجميله. هلملم بقى لو في اي حاجه كده كده كده، فاهمين انتوا؟ منديل هنا، مش عارفه ايه هنا كده. الشنطه كنت جايباها من بره فهشيلها. وهنا المفرش ده كان احمد بيشيل المفرش كلها وبيرميها في الارض، ربنا يخليه يعني. آه، مش مشكلة، مش حاجات بسيطة يا جماعة، كلها حاجات بسيطة وبتعدي. حطيت هنا المفرش اهو، ودي كانت فتلة كده خيط شلتها. وهسيب الشباك مفتوح عشان يهوي الأوضة. هنا دي الرموش اللي كنت حطاها في الفرح، وكنت حطاها هنا عشان أحمد كان بيخاف منها. فأنا قلت ايه بقى، عشان ما يشدش المفرش ويوقع الحاجات اللي عليها، هسيبها له هنا علشان يخاف منها. مرة واتنين وتعود وبقى بيلعب بيها، فقلت لا تعالي بقى هرميكي. بص، عايزه اقول لكم الكريم ده حلو قوي للرجلين في الشتاء والايدين. هو مرطب طبي، يعني مفيش منه اي ضرر. استخدميه عادي ليكي لاسرتك عادي، بس اطفال لا، يعني هو للكبار. للايدين للرجلين حلو جدا للرجلين يا جماعه، بيخلي كعب الرجل ناعم وطري وفظيع يعني. بس حلو. انا قلت اوريهولكم بما انه هنا وخلصان، عايزه اجيبه تاني، فقلت اوريهولكم لو حد عنده يعني رجلين ناشفه او حاجه يستخدمه، حلو قوي. المهم ان انا لميت كل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي، وطفيت النور وسبت الشباك مفتوح وقفلت الستاره كده. قلت ايه دخل نسمه هوا كده يغير جو الاوضه. طلعت هنا طبعا للغسيل، وما ادراكم ما الغسيل. الحمد لله كل يوم غسيل غسيل غسيل. يعني انا بشيل اللي على الحبل وبنشر غيره، بشيل على الحبل وبنشر غيره، مع اننا مش كتار يعني.
بس غسيل الشتاء الغيار يملى غسالة لوحده، فاهمني؟ يلا حطيت اهو الغسيل هنا، واتبقى منه والله حاجات قلت اكمل عليها بقى واحطهم بكره. فكان في غسيل على الحبل انا شلته طبقته، ما جبتش معاكم الحته دي، وحطيت الغسيل ده علشان يتغسل وانشره قبل ما انزل برضو اهو. حطيته لايك ولا لسه؟ اللي لسه ما حطيتش لايك الكسلانه انا شايفاكي، ها حطي لايك وشجعيني يلا يا حلوه منك ليها. شغلت الغسالة اهو، وبصوا بقى الجمال، عشان تعرفوا بس ان انا بنت شاطرة يعني. انا كنت عاملة جبنة قريش، كان جوزي جايب لبن، كان جايب 3 كيلو، فقلت ايه هرقدهم، يعني هحطهم في حاجة مثلا، ما جبتش معاكم التفاصيل معلش، بس هقول لكم الطريقة سريعا ولو حابين نعمله مع بعض تاني. جبت اللبن، جايبه من عند اللبان، ما غليتوش ولا حاجة، حطيته في بولة او حلة او اي حاجة، وحطيه في اي مكان يكون دافي وايدك مش بتروح له، يعني مثلا اسهل حاجة فرن البوتاجاز. حطيته فيها، دفيته شوية الفرن وطفيت النار، وبعدين حطيت البولة فيها او الحلة ايا كان يعني، وسبته ما تغطيهوش، سبته يوم، والتاني بالليل لقيته راب، يعني بقى ايه راب، القشطة بقت على الوش وتحت بقى لبن رايب. خدت القشطة وحطيت الجبنة دي في الحصيرة الصغننة بتاعتي الجميلة دي، وسبتها لتاني يوم، صفت المية اللي فيها وخلاص بقت جبنة قريش زي ما انتوا شايفينها كده، تحفة. ما تقولوش بتاعت الفلاحين اللي بتبقى في السوق، لا لا، دي كفاية ان هي نضيفة وطعمها حلو وبصوا تحفة يعني تحفة. المهم ان ال3 كيلو لبن عملوا لي كيلو الا ربع جبنة قريش. شلت الجبنة وخلاص، كنت نزلت كده حضرنا الغدا انا واختي، اختي اللي هي سلفتي اللي ما تعرفهاش يعني، فحضرنا الغدا مع بعض، كنا عاملين محشي وكنا عاملين ملوخية وعاملين صينية بطاطس وعاملين رز معمر، يعني فضلة خيركم. وتعالوا اتغدوا معانا، ده الغدا بتاعنا اهو. ما جبتش معاكم الغدا معلش، يعني قلت الفيديو هبدأه معاكم ايه يعني، اجيب لكم مقتطفات من اليوم عشان اليوم كان طويل جدا وكان دسم اليوم ده، فلو كنت هصوره كان مش هيكفيني يعني بتاع ساعتين الفيديو عشان اجيب لكم الغدا والقرص المهم ان احنا واحنا بنحضر بعد ما حضرنا الغدا قصدي، كنت عجنت القرص دي واحنا بنحضر في الغدا وسبتها تخمر جنبي، وبعدين قطعتها. هي دي القرص الطريه باللبن الرايب، انا ما عملتهاش بلبن رايب، انا عملتها بالشرش والخض اللي نزل من الجبنه القريش. ماشي، خدت الشرش اللي نزل من الجبنه القريش وعملت بيه القرص دي، وكانت تحفه يعني، كانت حلوه جدا. انا كنت عامله لهم قبلها بيوم وما شاء الله خلصت، قالوا لا اعملي لنا حبه كمان، فعملت لهم حبه كمان. ومقاديرها سريعا: كيلو دقيق، معلقه كبيره خميره، كوبايه سمنه او سمنه على زيت زي ما تحبي، ومعلقتين سكر وبس. بتعجني بقى بزبادي، لبن رايب، اي حاجه اللي انت عايزاها عجني بيه. ختمنا اليوم بكوبايتين سحلب زي ما انتوا شايفين، هو ما كانوش كوبايتين يعني، واحنا ما شاء الله عيله فكنت عامله كتير، بس جبت لكم دول كده عشان ما اجيبش الصينيه كلها. دول الكوبايتين اللي صبيتهم في الاول، وبعدين احنا كملنا بقى لينا. وده احلى حاجه نختم بيها يومنا بقى في الساعه دي، قلنا نتدفى بالليل، فقمت عملت لهم سحلب، واللي عايز قرص اكل. فده كان ختام اليوم بتاعنا. لو عجبكم يومي البسيط السريع كده، انا قلت يعني ارجع لكم بحاجه خفيفه وسريعه بس فيها حاجات كتير في اليوم تنشطك وتخليكي تقومي تعملي اللي انت عايزاه. حضرنا الغدا، عملت قرص، قومي اعملي قرص، قومي اعملي سحله بالدف انت والعيال، روقي الاوضه سريعا زي ما انا عملت، يعني كل الحاجات اللي انا عملتها في اليوم. اليوم كان طويل بس انا خدت لكم منه مقتطفات سريعه كده. هنا حطيت ايه على الوش، كان عندي اللي هو جوز الهند اللي هو المبشور ده، حطيت حبة كده، وحطيت كان عندي مكسرات اللي هي سوداني، زبيب، جوز هند، الحاجات دي، فانا مخلطاهم كده مع بعض وحطهم في كيس لوحديهم. حطيت كده على الوش وخدنا السهرة بتاعتنا بقى وطلعنا نمنا في بيتنا. عشان يعني السهرة بتبقى عند اختي تحت، بنخلصوا اليوم وبنطلعوا بقى. بس ده كان يومنا اهو. لو عجبكم الفيديو حطولي لايك للفيديو كتير قد كده اهو، واشتراك لو اول مرة تشوفينا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة. بصوا السحلب وجماله.
تحسوا ان انا عايزة ايه، اقوم اعمل كوباية تاني دلوقتي عشان الجو ساقع خلاص، دخلنا في الجد بقى والشتاء اللي بجد بدأ. يلا اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، مع السلامة.